بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ابنائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. النهارده هناخد الدرس 6 في الوحدة 10 اللي هو بيتكلم عن اجزاء الواحد الصحيح. درس جميل بس نركز مع بعض عشان نفهمه. طيب انا دلوقتي لما يكون عندي نموذجين اهو، كل نموذج طبعا من دول بيمثل واحد صحيح، بيمثل واحد ايه صحيح. النموذج ده متقسم ل10 اجزاء، لكن النموذج ده متقسم ل100 جزء. لو انا مثلا يعني جيت ظللت جزء واحد هنا كده من ال10، الجزء اللي انا ظللته ده هو بيمثل ايه؟ يمثل واحد جزء من ال10 اجزاء اللي موجودين، تمام. ولو جيت انا ظللت هنا كده برضو جزء واحد، بس هنا هيكون كل عمود هنا متقسم ل10 مربعات. هو طبعا الشكل ده برضو واحد صح بس متقسم ل100 جزء، فانا ظللت عمود كامل اهو، فكان فيه ايه؟ 10 على 100. طبعا ده بيساوي ده، يعني الجزء اللي انا ظللته هنا بيساوي الجزء اللي انا ظللته هنا. يعني انا هنا اقول لك ان الكسر الاعتياد 1 على 10 بيساوي الكسر الاعتيادي 10 على 100، تمام. نفس الشيء بقى 1 على 10 ده لما اجي احطه في صورة ايه؟ عدد عشري او في صورة عشرية. انت عندك المقام 10، فانت بتخلي العلامة بعد رقم 1 وبتحط قبل الرقم ايه؟ الواحد اللي هو في البسط ده، 1 جزء من 10 هيساوي هنا على 100 على 100، يعني علامة العشرية بعد رقمين. هتعمل علامة العشرية بعد ايه؟ رقمين. الرقمين اللي قبلها ايه؟ اللي هما في البسط اللي هو 10، يبقى 10 اجزاء من 100. يبقى 1 جزء من 10 بيساوي 10 اجزاء من 100. طيب دي جزئية. انا دلوقتي لو مثلا ظللنا الشكل ده كله، احنا ظللنا الشكل ده كله اللي هو الواحد الصح كامل ده اتظلل كله، تمام. اصبح كده انا عندي ايه؟ كل الاجزاء اللي عندي هنا كانت 10 اجزاء على 10، 10 اجزاء على ايه؟ على 10، 10 على 10، ماشي. يعني نقصد ان الواحد الصحيح لو سألك فيه كم جزء من 10، وانت طالما المقام 10 يبقى تقدر تخلي العلامة العشرية بعد رقم 1. لو سألك الواحد الصحيح فيه كم جزء من 10 وفيه 10 اجزاء من 10، يبقى الواحد الصحيح فيه 10 اجزاء من 10، تمام. طب لو جيت ظللته وانت مقسم الشكل ل100 جزء، لو احنا ظللنا النموذج ده هوت اللي هو واحد صحيح، بس هنا انا مقسم الشكل كله ل100 جزء، وجيت سألتك يا ترى الواحد الصحيح كامل لما ظللناه كامل اهو في كام جزء من ال100؟ هتقولي هو في 100 على 100. ده في صورة كسر اعتيادي. ده لو في صورة كسر عشري المقام 100 يبقى العلامة بعد رقمين، يبقى هنا في 100 جزء من 100. يبقى الواحد الصح فيه 10 اجزاء من 10، وفي 100 جزء من 100، وفي 100 جزء من ايه؟ من 100. طب بيجي بقى يسألني على الحاجات دي ازاي؟ هنشوف بقى مع بعض. طيب انا عندي لما يكون 3 وعايزنا احطها في صورة كسور اعتيادية وفي صورة كسور عشرية. ال3 عشان تحطها في صورة كسر اعتيادي، ال3 ده عدد صحيح. اي عدد صح عشان احطه في صورة كسر اعتيادي بخلي مقامه 1. ما ال3 هي 3 على 1، 3 على 1. انا هنا خليت ال3 في صورة كسر اعتيادي، بقت 30 على 10. طب لو عايزه اخلي المقام 100، لو عايزه اخلي المقام 100 يبقى انت كل الحكايه هتزود صفر تحت وصفر فوق، يبقى هتبقى ال30 دي هتزود لها صفر تبقى 300، وال10 هتزود لها صفر تبقى 100. يعني اللي نقصد نقوله هنا ان ال3 هي عباره عن 30 جزء من ال10، وال300 وال3 برضو 300 جزء من ايه؟ من ال100. يعني ال3 ممكن نقول بتساوي 30 جزء من 10، وال3 هتساوي 300 جزء من 100. طب انا بعرف منين؟ انت بتروح تعمل لها كسر اعتيادي مقامه 10 فبتعرف فيها كم جزء من 10، او مقامه 100 فبتعرف فيها كم جزء من 100. طب تعالى هنا الخمسة عشان احطها في صورة كسر اعتيادي هتبقى 5 على 1. طب انا عايز اعرف فيها كم جزء من 10، فهخلي المقام 10، فانا هضطر اضرب فوق وتحت في 10، فهنزود ايه؟ صفر فوق صفر تحت، يبقى 50 على 10. يبقى الخمسة فيها 50 جزء، الخمسة اهي بتساوي 50 جزء من ال10. طب انا عايزه اعرف فيها كم جزء من ال100. خلاص خلي المقام 100، هنزود صفر فوق وصفر تحت، بقت 500 على 100. يبقى الخمسة برضو هتساوي لي كم جزء من ال100؟ 500 جزء من ال100 هتساوي لي 500 جزء من ال100، ماشي. طب الواحد عايزه احطه في صوره كسريه. الواحد عشان احطه في صوره كسريه اي عدد صح عشان احطه في صوره كسر هو على 1، 1 على 1 ب1، زي 3 على 1 ب3. يعني مثلا 5 عايزه احطها في صوره كسر، 5 على 1 هتبقى 5. طيب انا عايزه اعرف الواحد فيه كام جزء من 10، يبقى اخلي المقام ده 10، فان انا بقى هزود صفر فوق وصفر تحت، ماشي. بقى الواحد فيه 10، الواحد بيساوي فيه 10 اجزاء من ال10، تمام.
وممكن اعرف فيها كام جزء من 100 فاخلي المقام 100، يعني ازود صفر تحت يبقى اطلع ازود صفر فوق، يبقى الواحد برضو فيه 100 جزء من 100. تمام. طب لو جاب لي عدد زي 27، ال 27 لما اجي احطها في صورة كسر يعني 27 على 1. تمام. هتساوي، عايز اعرف فيها كام جزء من 10، هتزود صفر فوق ماشي وصفر تحت، يبقى ال 27 فيها 270 جزء من ايه؟ من 10. فيها 270 جزء من 10. طب انا عايز اعرف فيها كام جزء من 100، خلاص خلي المقام 100. هتخلي المقام 100 ازاي؟ ازود صفر تحت وصفر فوق، يبقى اهو ال 270 هزود لهم صفر فوق وهزود لهم كمان، والعشرة هزود لها صفر تحت، والعشرة هزود لها صفر ايه؟ تحت، تبقى 100. هيبقى ال 27 فيها 2700 جزء من ايه؟ من 100. 2700 جزء من 100. طب ال 15 عايزه احطها في صورة كسر، تبقى 15 على 1. عايز اعرف ال 15 دي بتساوي كام جزء من 10، خلاص يبقى لازم تخلي المقام 10. هتبقى هتزود تحت صفر يبقى تزود فوق صفر، يبقى ال 15 فيها 150 جزء من 10. ال 15 بتساوي 150 جزء من 10. طب انا عايز اعرف من 100 هتساوي كام، يبقى لازم تخلي المقام 100 وتزود هنا صفر تحت، وبالتالي هتطلع تزود صفر فوق، يبقى ال 15 برضو هتساوي لي 1500 جزء من ايه؟ من 100. 1500 جزء من 100. طب نشوف شكل تاني. جايب لي بقى العدد العشري وعايز نحطه في صورة كسر ايه؟ اعتياد. العدد العشري هنا 5 من 10 عشان تحطها في صورة كسر اعتياد. هي العلامة بعد كام خانة؟ خانة واحدة. خانة واحدة يبقى تحط تحت 10. ليه؟ لأن العشرة لها صفر واحد. خانة واحدة يبقى تحط تحت في المقام 10 لأن العشرة لها صفر واحد. والخمسة دي بحطها في البسط يعني 5 على 10. طب هل 5 على 10 دي أقدر أخليها مثلا مقامها 100؟ لو ضربت فوق، لو زودت فوق صفر وتحت صفر يبقى 50 على 100 عادي. طب الخمسة من 10 دي، الخمسة من 10 دي ممكن تساوي كام من 100؟ ما احنا قلنا لو زودنا صفر فوق وتحت بقت 50 على 100 يعني 50 جزء من 100. طب يعني ايه؟ يعني لو انت عندك 7 أجزاء من 10 ممكن تعرف بيساوي كام من 100. ازاي؟ انت عشان تخليها تعرف بتساوي كام من 100 يبقى العلامه تكون بعد رقمين. طب انا هعمل ايه بقى عشان اخلي العلامه بعد رقمين؟ روح حط له صفر على اليمين. 7 من 10 هي 70 من 100. طب كده القيمه ما اتغيرتش؟ لا ما اتغيرتش، احنا لسه قايلين 5 على 10 بتساوي 50 على 100 وكنا عاملينها في النموذج في اول الفيديو ماشي. طب 9 من 10 عايزه احطها في صورة كسر اعتياد. العلامة بعد رقم 1 يبقى هيكون المقام فيه 10 واحط البسط فيه 9 يبقى 9 على 10. طيب لو جينا نشوف شكل هنا 1.5 احطها ازاي بقى؟ دي ممكن احطها في صورة عدد كسري بس هو طالب كسر اعتياد. طب تبقى في عدد كسري ازاي؟ انت عندك الواحد ده صحيح، الواحد ده ايه؟ عدد صحيح، وبعدين العلامة بعد رقم 1. العلامة بعد رقم ايه؟ 1 يعني هتحط المقام فيه 10 حط فوق 5 كده في صورة عدد كسري. طب لو انا عايزة احطها في صورة كسرية على طول اعمل ايه؟ بص انت عندك العلامة بعد رقم يعني هتحط في المقام 10 ماشي، وبعدين خلاص احنا حطينا في المقام 10 يبقى شلنا العلامة اصلا وخلصنا منها فحط ال 15 فوق. طب ازاي؟ ما احنا برضو كنا بنرفع العدد الكسر ده بطريقة، كنا بنقول ايه؟ هنحط المقام زي ما هو اللي هو 10 ونروح نرفع نقول ايه؟ ايده في رجله 1 في 10 ب10 زائد راسه اللي هي 5 15. يبقى انت ممكن تعملها على طول طالما العلامة بعد رقم، يعني بتحط في المقام 10 ونعتبر ان مفيش علامة خلاص في العدد حط ال 15 زي ما هي. طب 4.5 العلامة بعد رقم هحط في المقام 10 خلاص ولا كأن بقى عندي علامة اهو 45 بقت 45 على 10 يبقى 4.5 فيها 45 جزء من 10. 4.5 فيها 45 جزء من ايه؟ من 10. طيب هنا بيقول لي 3 و5 من 100. العلامة بعد كام رقم هنا؟ بعد رقمين يبقى احط له المقام في 100 لان بعد رقمين يبقى المقام في 100 لان ال100 لها صفرين برضو لان هي 3 و5 أجزاء من 100 يبقى المقام في 100. طيب انا حطيت المقام في 100 ولا كأني شايف العلامة، اكتب العدد زي ما هو 305. طب هنا العلامة بعد رقمين العلامة بعد رقمين يبقى هنا العدد ده في جزء من 100 يعني 9 و45 جزء من 100 يعني نخلي المقام 100 ورقمين يبقى ال100 لها صفرين فبنحط في المقام 100. خلاص انا حطيت 100 في المقام ولا كأني شايف العلامة، انا اصلا حطيت ال100 في المقام عشان اخلص من العلامة بقت 945 جزء على 100 يبقى 9 و45 جزء من 100 فيها 945 جزء من 100. طيب لما يجي يسألني ويقول لي عدد الأجزاء
في الواحد الصحيح. احنا لسه قايلين الواحد الصحيح عشان اجيب عدد اجزائه. الاجزاء بقى هو طلب من 10، ممكن يقول لي من 100 وممكن يقول لي من 1000. مش عدد الاجزاء من 10. من 10 يعني عايزني اخلي في علامه عشريه بعد رقم 1، فانا عشان اخلي في علامه عشريه بخلي المقام 10. طب لحظه كده قبل ما اروح اخلي المقام 10، هو الواحد دهوت عشان احطه في صوره كسر. الواحد عشان احطه في صوره كسر، ما هو الواحد يعني 1 على 1. طب هو بيقول لك في الجزء من 10، يعني عايز المقام ايه 10، يبقى انا زودت صفر تحت فاطلع ازود صفر فوق. يبقى عدد الاجزاء من 10 في الواحد الصح هنا فوق كام؟ 10 اجزاء. فانا هقول له ايه 10 اجزاء. 10 اجزاء. طب لو سألني وقال لي عدد الاجزاء من 100 في الواحد الصحيح، الواحد عشان احطه في صورة كسر قلنا ايه هو 1 على 1. طب هو قال لك من 100 يعني عايز المقام بيساوي 100، عايز المقام بيساوي 100، يبقى انا زودت على الواحد اللي قدام ده هوت صفرين، نزود على الواحد فوق صفرين. الله اكبر الله اكبر. يبقى نكمل بقى 100 على 100 يعني عدد الاجزاء من 100 في الواحد الصحيح بيساوي 100 جزء من ايه من 100. ما اقولوش 100 جزء واسكت، لا اقول له من 100. وهنا كان من 10 يبقى 10 اجزاء من ايه من 10. اقول له هو منين. هنا بيقول لي الكسر الاعتيادي اللي بيمثل العدد 34 و6 اجزاء من 10 اهو. اول حاجه احنا نروح نعمل شرطه كسر عشان هو كسر اعتيادي. العلامه العشريه بعد رقم 1 يعني بحط 10 في المقام. خلاص كده احنا خلصنا من العلامه العشريه بان احنا قسمنا على 10. يعني انت بتخلص من العلامه العشريه لو هي بعد رقم 1 تقسم على 10، لو هي بعد رقمين تقسم على 100 يعني يبقى المقام في 100. بعد 3 اعداد يبقى تحط في المقام 1000 عشان 1000 له 3 اصفار كده ولا كأن بقت موجوده العلامه، ونكتب 3 4 6 يبقى 346 على 10. لو سألك بقى عدد الاجزاء من 10 في الكسر الاعتيادي ده هتقول له 346 جزء من 10. طب هنا برضو بيقول لي الكسر الاعتيادي الذي يمثل العدد 86 جزء من 100. من 100 يعني العلامه بعد عددين، فانا هحط بدل من 100 يبقى هحط في المقام 100، او العلامه بعد عددين يعني هحط 100 عشان 100 لها صفرين. واكتب العدد كده. احنا خلاص خلصنا من العلامه بعد ما حطينا في المقام 100 يبقى 6 8 9 يعني 689 على 100. يعني لو بيسالني فيها كام جزء من 100 هقول له 689 جزء. طيب بيقول لي اكتب العدد 15 و2 على 10 في صورة عدد عشري. في صورة عدد ايه عشري ثم حدد عدد الاجزاء من 100. قال لك في صورة عدد عشري يعني المفروض ان العلامة بعد رقم 1 ماشي. طيب العلامة بعد رقم 1 اكتب مين اللي في البسط اللي هو الاثنين اللي هو ايه الاثنين. طيب وهنا كده العلامة واساسا ال15 ده عدد صحيح فهو بيكون بعد العلامة يبقى 15 و2 جزء من ايه من 10. بعد كده بيقول لي حدد عدد الاجزاء من 100. عشان احدد عدد الاجزاء من 100 لازم تكون العلامه بعد رقمين. طب هي بعد رقم 1 اخليها بعد رقمين ازاي؟ بسيطه جدا. هتروح تحط له صفر بس كده على يمين العدد اللي في خانه الجزء من 10 عشان تبقى حطيت خانه الجزء من 100 بتحط فيها صفر، يعني انت ما حطيتش فيها حاجه بس انت زودت ان يبقى في عددين قبل العلامه العشريه يعني تكون اجزاء من 100، لكن انت حطيت فيها صفر يعني ما غيرتش في القيمه. كم جزء بقى في الجزء من 100؟ 20 جزء. يبقى انا هقول له ايه 20 في بقى عدد الاجزاء من 100 هقول له ايه 20 اهو عدد الاجزاء من 100 هقول له 20 جزءا من 100. 20 جزء من ايه من 100 او 20 جزء. تمام. طيب بيقول لي بقى ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة الخاطئة. بيقول لي عدد الأجزاء من 10 في 8 هو. الأجزاء من 10 في 8 يعني أنا لازم أحول 8 دي لكسر عشري. عشان أحولها لكسر عشري 8 لو حولتها لكسر اعتيادي 8 يعني 8 على 1. 8 يعني 8 على إيه؟ على 1. طيب أنا عايزة قال لك الأجزاء من 10 يعني عايز المقام يكون في 10 يعني أزود صفر تحت أزود صفر فوق. يبقى كام جزء بقى من 10؟ 80. طب هو بيقول 800 لا يبقى إجابته غلط. يبقى أنا لازم أحل الأول وبعدين أقول له صح ولا غلط. بيقول لي عندك كتابة العدد 17 و8 أجزاء من 10 في صورة كسر اعتيادي يكون. تعالى احنا نكتب الأول وبعدين نقول له صح ولا غلط. قال لك 17 و8 أجزاء من 10 العلامة بعد رقم 1 يبقى أنا هحط في المقام 10 لأن هنا إيه هي خانة الجزء من 10 بس اللي موجودة فبحط في المقام 10. وخلاص أنا حطيت 10 في المقام كده خلصت من العلامة. يبقى 107 أهو 178 يعني حطيت 178 يعني 178 على 10. طب ما هو عامل كده يبقى حله صح. طب بيقول لي عدد الأجزاء من 100 في 9 من 10 هو 9. والله أنا لازم أحولها الأول لأجزاء من 100 يعني أحولها لجزء من 100 يعني يكون العلامة العشرية بعد عددين. طب ما هي 9 من 10 لما أجي أخليها أجزاء من 100 هنعمل إيه؟
هنحط بس يا دوب صفر في خانة الجزء من 100 عشان ما نغيرش قيمة اهو، يبقى 90 جزء من 100. طب هو قالك فيها 9 اجزاء، لا ده غلط، فيها 90 جزء. طب واحد تاني قال انا اعملها كده 9 من 10 يعني 9 على 10 وبعدين احولها اخلي المقام في 100، ماشي، يبقى انا زودت صفر تحت، يبقى اطلع ازود صفر فوق 90 برضو، يبقى عدد الاجزاء من 100 في 9 من 10 هو 9، فاحنا بنعمل له غلط لان هما 90. ماشي. هنا بيقول لي اكتب العدد 2 و75 من 100 بكل الصيغ الممكنه. اول حاجه قال الصيغه الممتده، والله الصيغه الممتده ده انا بفكك العدد بس. اول حاجه 5 دي في خانه ايه؟ خانه الجزء من 100، يعني ده 5 دي في خانه الجزء من 100. طبعا مكان الجزء من 10 صفر والعلامه العشريه، ومكان العدد الصحيح صفر، يعني انا ما بحطش العدد غير في الخانه اللي انا بعملها دلوقتي، انا بكتب العدد بتاع خانه الجزء من 100 زائد 7 في خانه الجزء من 10 7 يبقى في خانة الجزء من 10 يبقى العلامة بعد رقم 1 بس اهي، تمام. وبعدين في اللي هي العدد الصحيح هحط مكانه صفر، مش حاطه الاتنين، يبقى انا خدت 7 من 10 وخدت 5 اجزاء من 100 زائد ده انا عندي 2 في العدد الصحيح اهو، يبقى انا كتبت له 2 ماشي، وبعدين 7 اجزاء من 10 لان في الاجزاء من 10 7 وفي الاجزاء من 100 5، فبعمل له 5 جزء من 100. طب لما اجي اكتبها بالصيغه اللفظيه بقى لازم اقراها الاول، اتعلم ان انا اقرا الاول. هو العدد كان فيه 2 صحيح و75 جزء من 100، فانا هقول له ايه؟ 2، هقول له 2 و75 جزءا من كام بقى؟ من 100. ليه؟ لان العلامه جايالي بعد رقمين. تمام. صيغه الوحدات، يعني انت هتقول له ال5 دي فين وال7 دي فين وال2 دي ايه؟ هقول له ايه؟ 5 اجزاء من 100، صح كده، زائد 7 اجزاء من 10، بعرفه هي فين حته 7 اجزاء من ايه؟ من 10، زائد او مش زائد يعني 5 اجزاء من 100 و7 اجزاء من 10 و2 احاد. بس كل الحكايه كده. برضو فككتها 5 اجزاء من 100 و7 اجزاء من 10 و2 احاد. طب لما يجي يقول لك حطه في صوره كسريه، يعني صوره كسر اعتيادي اللي هو بسط وايه ومقام، انا لو عدد كسر كان هكتبه لك ازاي برضو صوره كسريه. طيب العلامه بعد رقمين يعني احط في المقام 100، ماشي. ليه؟ لان العلامه بعد رقمين يعني اجزاء من 100 احط 100. خلاص انا حطيت 100 يبقى بخلص من العلامه بقى 275. طب لو قايل لك عايزها في صوره عدد كسري، عدد ايه؟ كسري، عدد كسري. طيب عدد كسري ده بيكون عدد صحيح وكسر. طب ما انت عندك الصحيح 2 واعمل الكسر 75 جزء من 100 يبقى 75 وفي المقام 100. احنا كده الحمد لله خلصنا شرح الدرس ده، يا رب يكون سهل عليكم ويكون عاد بالنفع عليكم وربنا يقدرنا ونقدر نفهمكم. لو احتجتوا اي حاجه اكتبوا لنا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.